طبعا خصائص أم البنين كثيرة، لكن الذي أريد أن أقف عليه في هذه الليلة، في ليلة وفاتها، هو بعض خصائصها التي خلدتها في قلوب المؤمنين، يعني تشوفها بقيت خالدة. طبعا أم البنين من حيث النسب تنتمي إلى أسرة عربية أصيلة من سادات العرب، وكما يقول عقيل لأخيه أمير المؤمنين أنه ولدتها الفحول من العرب، وليس في العرب أشجع منها، من الأسرة التي ولدت هذه الطاهرة، هذه الامرأة العفيفة الشريفة المجاهدة الصابرة. كانوا سادة وسط الحجاز، وسط جزيرة العرب كانت بيد بني كلاب، عشيرة كبيرة جدا واسعة، وصلت إلى الشام، وصلت إلى العراق، حتى وصلت إلى إيران. فروع هذه الأسرة التي تنتمي إليها أيضا أم البنين. الذي في الحقيقة يثير الاهتمام في هذه الشخصية، ونفهم ذلك من لقاء الإمام أمير المؤمنين وحديثه مع عقيل، واقتراح عقيل على أمير المؤمنين فاطمة بنت حزام بالاسم، مع أنها لم تكن في الحقيقة امرأة كبيرة بالسن، دون 20 كما يقول المؤرخون، يعني بنت دون 20. وانت تعرف أن النسابة وعقيل منهم عادة يهتمون بالرجال، بالذكور، باعتبار النسب ينحدر من الذكور، وإذا يتعرضون إلى بعض الإناث يتعرضون عليهن ويذكروهن لأهميتهن، ولأنها في الحقيقة فيها خصوصية، فيها أولوية، تمتاز عن البقية، ما يذكرون الإناث إلا البعض. فلما تشوف عقيل يذكرها بالتفصيل وبالاسم، هذا يعني أنها كانت تنتمي لبيت له شأن، مو بيت عادي. ونفس اختيار أمير المؤمنين سلام الله عليه لهذه المرأة أيضا خير دليل على ذلك. تعرف زيجات أمير المؤمنين، اختيار أمير المؤمنين ما كان عبثا، ما كان جزافا. يعني من زيجاته أمامة بنت أبي العاص، أمامة بنت أبي العاص اللي هي بنت أخت السيدة الزهراء سلام الله عليها، أول من تزوجها بوصية من فاطمة هي أمامة، وصية من الزهراء وتوثيق من فاطمة أن هذه مؤهلة. مش قادر المرأة تكون عظيمة اللي تقترحها الزهراء اللي هي سيدة نساء العالمين، تقترحها على أمير المؤمنين سلام الله عليه لكي تكون في الحقيقة راعية وكفيلة ومربية لأبنائها من بعدها. يعني أمانة ثقيلة لما خلتها الزهراء عند أمامة، خلت عندها شنو؟ الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، يعني أحفاد منه؟ أحفاد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهي بنت زينب، وزينب أخت الزهراء، إما من أمها وأبيها أو على الأقل من أمها حسب اختلاف المؤرخين. والروايات اللي عندنا احنا انها عندنا حسب رواياتنا انها زينب كانت بنت النبي. على كل حال هذه الاولى تأتي تلوها وبعدها ام البنين، يعني مباشرة امير المؤمنين سلام الله عليه بعد أمامة التي تزوجها بوصية من فاطمة تزوج هذه المرأة. فنقول هذه اختارها
أمير المؤمنين، يعني أمامة الزهراء أوصت بها، والزهراء وصيتها غالية على علي بن أبي طالب، لكن هاي لا، هذه جاءت اختيارا، واختارها أمير المؤمنين سلام الله عليه لأن تكون شنو؟ لأن تكون ذلك المهد الطاهر والرحم الطاهر التي تلد له من ينصر الحسين ومن يكون مع الحسين. هذه خصوصية في أم البنين، أن يقع عليها اختيار معصوم، وأي معصوم؟ وهو أبو الحسن علي بن أبي طالب سلام الله عليه. يعني نفس الاختيار منزلة وقيمة لأم البنين، أن يختارها في الحقيقة شريكة له في حياته. وإذا أمامة اختارها أمير المؤمنين لكي تكون في داره ولكي ترعى شؤون أبنائه، أم البنين اختارها لكي تولد له وتنتج أبناء وذرية، اختارها في الحقيقة لأن يستولدها. وأي مواليد أولدتهم هذه المرأة.